Well, what are going to be the next steps? Who's going to telephone who in order to secure a long-term solution for the Middle East problem? I think that we can wait for a call. I don't see anything wrong with the present situation. I don't know why should we approach anyone about anything. As far as I'm concerned, we are just happy as it is now. عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم فيديو النهارده عن حرب 1973 السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والانتصار العظيم اللي حققه الجيش المصري في ذلك الوقت. مبدئيا احنا عندنا اكتر من محور هنتكلم فيه. واحد، هنتكلم عن الرئيس محمد انور السادات. اتنين، هنتكلم عن الخداع الاستراتيجي. تلاتة، هنتكلم عن الجيش المصري والتوقيت والعبور. طيب، الرئيس محمد انور السادات بعد ما تولى حكم مصر جه في 71 وقال السنه دي عام الحرب، لكن ما حاربش. و72 قال السنه دي عام الحرب وبرضه ما حاربش. وهنا الشعب المصري حس باحباط وحس ان لا، ده مش الراجل اللي هيقدر يعبر بينا. لكن الكلام ده يا جماعه دل على شيء يدل على ان مش لازم اللي الشعب يكون شايفه يكون هو الصح. في امور بتكون لابد ان هي ما تتعلنش للشعب، وده كان من ضمن الخداع الاستراتيجي. من ضمن الخداع الاستراتيجي ان القوات المسلحه ارسلت دكتور من عندها لاكبر مستشفيتين في ذلك الوقت، وهو القصر العيني ومستشفى الدمرداش. والدكتور بعد ما راح هناك قال ان هو اكتشف فيروس، وبالفعل فضوا المستشفيات والناس اللي كانت تعبانه خرجوها بره اكبر مستشفيتين في ذلك الوقت. ليه طيب الكلام ده؟ لان جنودنا ورجالتنا اللي كانت هتخوض المعركه كان لازم يكون في مستشفيات جاهزه وفي استقبالهم. فده كان من ضمن الخداع الاستراتيجي. وطبعا الصحف العالميه قعدت تكتب وتتكلم ان مصر انتشر فيها فيروس، وفضيحه كانت بالنسبه لمصر في ذلك الوقت. لكن في الاخر احنا كنا بنعمل اللي يخدم مصر ويخدم الشعب. طيب، جيشنا راح على الحدود اكتر من مره على اساس ان هو هيحارب، وطبعا ده كان بيكلف الجانب الصهيوني تكلفه عاليه جدا، لانه كان بيضطر ان هو يجمع الاحتياطي بتاعه. وطبعا من ضمن الاحتياطي كانوا دكاتره ومهندسين، لان طبعا في الوقت ده كان عدد الكيان قليل. طيب، بعد ما جمعنا كنا بنجمع جيشنا هناك، كنا بنسحب الجيش وخلاص ونعدي المرحله. فطبعا جاء في ذلك التوقيت في العاشر من رمضان كنا المفروض ان احنا وسوريا هنضرب في نفس الوقت، علشان مصر ترجع سيناء وسوريا ترجع الجولان. لكن اللي حصل كان غير كده. مصر الساعة 2 الظهر ورجالتها صايمة، وكان يوم عيد عند اللي ما يتسموش هناك. طبعا هم ما كانوش متخيلين ان مصر ممكن تبدأ حرب في ذلك الوقت.